بعد الفيديو ده هتحترفي في طريقه عمل البيدفور، لان هقولك فيه على كل الاسرار اللي تعملي بيها البيدفور ويطلع ناعم ودايب زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال، وهيطلع معاك ان شاء الله ناجح من اول مره. اتعودنا طول عمرنا ان العيد لازم يكون فيه بيدفور، وعلشان تقدري تعملي البيدفور بطريقه ناجحه وسهله جدا يبقى لازم تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتتابع معايا خطوه بخطوه كل المقادير اللي هقولك عليها، وسهلت لك الموضوع. هنعاير كل حاجه بالكوبايات. شايفين البيدفور دايب معانا ازاي وطعمه بجد تحفه. هنعمل كمان شويه بالفانيليا وشويه بالشوكولاته وهنزينهم بشكل حلو قوي. على فكره الموضوع سهل جدا واوفر كمان من ما بتشتريه من بره. وعلشان نعمل عجينه البيدفور هنحتاج ان احنا نعملها في العجان او نعملها بالمضرب الكهربائي، بس الافضل ان احنا نعملها في العجان. واستغليت ان جالي العجان الجديد من شركه زاده وقلت اعمل بيه البيدفور. ده اجدد عجان مصري هتشوفوه في السوق، جودته عاليه وخامته حلوه جدا، وكمان الموتور بتاعه 1500 واط وصوته واطي، قواعد تثبيت قويه جدا، والحله بتاعته 7 لتر هتاخد معاكي لحد كيلو دقيق، فهيكون استخدامه مناسب جدا لست البيت، غير ان سعره حلو جدا وبيجي كمان بضمان سنتين. هسيب لكم لينك سوق المطبخ في اول تعليق اللي تعرفوا من خلاله كل التفاصيل والاسعار، وعندهم كل الاجهزه واواني الطهي اللي هتحتاجوها في مطبخ. اساسي في عجينه البيدفور هنحتاج للزبده، ويفضل لو زبده نيوزيلندي. قوام الزبده لازم تكون مش متجمده، بس تكون متماسكه زي ما انتم شايفين. مجرد بس ما نعمل كده بصوابعنا الزبده بتسيح معانا، هو ده المطلوب. دول 600 جرام من الزبده النيوزيلندي، واي نوع هينفع معاكي عادي ما تقلقيش. هعاير بالكوبايه اللي بنشرب فيها الشاي دي، عارفينها طبعا، كوبايتين من السكر البودر، وهناخد الزبده مع السكر كده وهنضربهم الاول مع بعض في العجان زي ما حضراتكم شايفين لحد ما قوامهم ينعم جدا معانا. هنزل عليهم بثلاث بيضات، بس هنزل تدريجيا، ونزلت مع البيض بمعلقه صغيره من الفانيليا زي ما انتم شايفين. هنزل بالبيض واحده واحده علشان الزبده ما تفصلش مننا، مهم جدا. ما بين كل بيضه والتانيه تقريبا دقيقه في العجان، وهنشغل العجان على اعلى سرعه. حلو قوي. احنا عاوزين قوام الزبده والسكر والبيض لما يتضربوا يطلعوا بالقوام ده زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي بقى هننزل عليهم بالدقيق علشان نخلطه معاهم. برضو بالكوبايه اللي عايرت بها السكر هعاير بها الدقيق. هنا هحتاج 4 كوبايات ونص بالظبط من الكوبايه دي علشان قوام البيدفور يطلع مظبوط ويطلع سهل كده وانت بتنزليه من كيس الحلواني، وكمان بعد التسويه ما يبقاش ناشف زياده عن اللزوم ويدوب معاكي كده في البق. وهو ده بقى قوام وشكل عجينه البيدفور الناجح. ما بيكونش بيلزق في صوابعنا، بس العجينه طريه لابعد حدود. يبقى كده مكونات العجينه بكل بساطه 600 جرام من الزبده، عليهم 4 كوبايات ونص من الدقيق، 3 بيضات ومعلقه صغيره فانيليا وكوبايتين من السكر البودر. شايفين مفيش اسهل من كده. استعملت طبعا كيس الحلواني زي ما انتم شايفين. برضو استعملت البلبله بتاعه البيدفور اللي بيكون مكتوب عليها 7 اف تي، دي انسب واحده تعملوا بيها البيدفور. افتح كده الكيس الاول بالشكل ده، وهنبدا نعبي كده بالاسباتيول بتاعنا العجينه زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش هتحسوا بطعم العيد الا لما تعملوا حلويات العيد بايديكم. على فكره عبيت نص كميه العجينه وقفلت الكيس بتاعنا كده جاهز على التشكيل. النص الباقي علشان نعمله بالشوكولاته ضفت له معلقه واحده بس من الشوكولاته البودر، ويفضل تكون غامقه علشان اللون يكون حلو معانا زي ما انتم شايفين كده. نقلبها بس بالاسباتيول لحد ما اللون يكون موحد، ويلا بينا نشكل بيدفور العيد. كل سنه وانتم طيبين. امسكي كيس الحلواني بايديك الاتنين، والايد اللي انت بتكتبي بيها خليها الايد اللي تحت، وهتبداي تضغطي بالشكل ده. ده الشكل المتعارف عليه، وتقدري تشكلي باي شكل بتحبيه. عاوز اقول لك ان بالمقادير اللي استعملناها ده هنعمل كميه بيدفور كبيره مش قليله، يعني تابع كده علشان هتعملي حاجه محترمه. وبصبع كده سويت شكل البيدفور من فوق علشان هحط في كل واحده قطعه فستق او اي مكسرات متوفره عندكم، وتقدروا كمان تضيفوا مربى لو حابين. انت بقى وشطارتك في التزيين طلعي الشيف اللي جواكي. حقيقي كان شكلهم جميل. عملت برضو شويه كده بشكل المعمول باستخدام نفس الفورمه برضو، بس قعدت ازجزج كده لحد ما طلعت معايا بالشكل الحلو ده. كمان عملت البيدفور بالشوكولاته بنفس الطريقه كده، بس حشيته بعين الجمل، كان طالع برضو شكله في منتهى الجمال. نيجي بقى لمرحله التسويه، هي سهله جدا. بصي انت اي صاج هتخلصيه هتسويه على طول، ما ينفعش تسيبيه بره الا لو هتسيبيه في التلاجة بس. فالافضل ان انت اي صاج تخلصيه سويه على طول. درجه الحراره تكون معاكي 180. هتشغلي الفرن من تحت بس، هياخد معاكي من 10 ل 15 دقيقه، وتحط الصاج في ارضيه الفرن. اهم حاجه درجه الحراره تكون متوسطه، وفي اخر 5 دقايق شغلي الفرن من فوق. هيطلع معاكي البيدفور بشكله الحلو ده كانك شارياه من بره بالظبط. ولما البيدفور بيبرد خالص بنبدا نقفله ببعضه، سواء بمربى او بصوص شوكولاته، صوص شوكولاته بيضه، كل حاجه هتنفع ان احنا نقفل بيها زي ما حضرتك شايفه. والتزيين مفيش اسهل منه. انا استعملت مربى مشمش قفلت بيها البيدفور اللي بالفانيليا، واستعملت صوص الشوكولاته مع البيدفور اللي بالشوكولاته. الشوكولاته اللي بزين بيها دي كانت قوالب شوكولاته خام، ودوبتها بحمام بخار، وضفت لكل قالب فيهم فنجان من الزيت علشان القوام يكون ناعم كده وجميل، ويكون سلس معانا واحنا بنزين. شايفين ما شاء الله فرمسيل شوكولاته وشغل عالي قوي. ده انا بعد كده هنافس حلواني ابو عادل. زي ما انت شايفه عملنا تشكيله محترمه وهترفع راسك في العيد، والناس مش هتصدق ان انت عاملاها في البيت. حقيقي شكلهم وطعمهم هيكون جميل جدا. عملت كمان شويه كده بشكل الكمثرى، بيعملوه برضو في محلات الحلويات بالشكل ده اللي احنا عارفينه، وقفلتهم بالوايت شوكليت من النص، وغمستهم كمان في الوايت شوكليت. مجرد ما نغطسهم كده في الشوكولاته السخنه وهم باردين هيمسكوا في بعض وهيكونوا متماسكين، وحاجه جميله جدا. غطيته كمان بطبقه من اللوز المفروم، وطالع شكله حلو جدا. تعالي بقى اتفرجي على النتيجه النهائيه اللي هتطلع معاكي.
معاكي بعد ما تمشي على كل الخطوات دي. بسم الله ما شاء الله، البيدفور بانجح واسهل واحلى طريقه هتعمليه في البيت بطريقه مضمونه وخامات هتودي الطعم في حته تانية. واتفرجي هتقدمي ايه لضيوفك في العيد، احلى بيدفور مع البسكوت اللي عملناه، واستنوا كمان الكحك بالسمنه البلدي وهتعيشي احلى عيد ان شاء الله. اهم حاجه لو لسه بتتفرجوا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملي منشن لصاحبتك اللي ما بتعرفش تعمل البيدفور علشان تعرف تعمل البيدفور، وعلشان كمان تبقى محترفه زيك. شايفين ما شاء الله البيدفور دايب ذوبان حقيقي، لازم تجربوه بالطريقه دي. شكرا لكم على وقتكم ومشاهدتكم، وفي النهايه لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير. تحياتي ليكم.